ازاي تحط الفيديو جوه الكتابة في فيلمورا؟ يلا بينا نبدأ. اول حاجة هنعملها هنجيب الفيديو بتاعنا ونحطه على التايم لاين، وبعد كده هنروح على تايتلز فوق وهنستخدم الديفولت تايتل، هناخده ونعمله دراج اند دروب ونحطه على التايم لاين بتاعنا، بس هنحطه تحت الفيديو. هنتأكد ان احنا عاملين سيلكت للتكست بتاعنا ونروح على تايتلز وبعد كده ادفانسد. هظهر لنا كل السيتنجز اللي ليها علاقة بالتكست بتاعنا. هنبتدي نغير محتوى التكست اللي احنا عايزينه. انا مثلا هخليها تايتل، وبعد كده هنبتدي نغير في الفونت والسايز بتاعنا. هنروح اول حاجة، انا هستخدم فونت اسمه امباكت بالشكل ده كده، وهغير الفونت بتاعي هخليه 350 بالشكل ده كده، وبكده يبقى التكست بتاعنا جاهز. ممكن بقى نضيف كمان انيميشن. نروح على خانة الانيميشن هنا، انا هضيف انيميشن تايب رايتر افكت اللي هو هيظهر بالشكل ده كده. ممكن بقى نبتدي نتحكم في سرعة ظهور الافكت، كل ما اشد البورد اكتر هيبتدي يزود لي وقت ظهور الافكت. انا هخليه مثلا الوقت ده كده، ابتدي اشغل الافكت هلاقيه بقى بالمنظر ده كده. تمام. اول ما نخلص كل حاجة ليها علاقة بالتكست بتاعنا هنبتدي نضغط ابلاي، نتأكد ان احنا عاملين سيلكت للتكست بتاعنا، ونروح على تايتلز هنا على اليمين ونبتدي نسكرول داون لغاية ما نلاقي كومبوزيتنج. هنلاقي حاجة اسمها بلند مود، هنبتدي نغير البلند مود نخليه مالتيبلاي. بعد ما خلينا البلند مود مالتيبلاي هنبتدي نشغل الفيديو، هنلاقيه بقى بالشكل ده كده. لحد هنا نكون خلصنا ازاي تحط الفيديو جوه الكتابة في فيلمورا. بس احنا ممكن نضيف حاجة كمان، ان هو بعد ما يخلص التايب رايتر افكت يبتدي يعمل زوم والفيديو يفضل شغال. نعمل كده ازاي؟ نروح على نهاية ما الفيديو بيخلص الافكت بتاع التايب رايتر، ونبتدي نعمل سيلكت للتكست بتاعنا ونروح على خانة الفيديو، وبعد كده نروح على ترانسفورم ونبتدي نعمل كي فريم. اول ما نضغط على علامة الكي فريم دي هنلاقي ان في كي فريم اتعمل هنا، وبعد كده نروح لغاية اخر التكست خالص ونزود السكيل لغاية ما التكست يختفي بالكامل بالشكل ده كده. نبتدي بقى نشغل فيديو تاني من الأول، هنلاقيه بقى بالمنظر ده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتتابعونا على صفحة الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها تحت الديسكريبشن. وبس كده، سلام.